ليه بتتكسر نفسيًا في الشغل؟ أنا أعرف الإحساس ده كويس، بتدخل الشغل بحماس في الأول وبترسم لنفسك أهداف كبيرة، وبعد فترة قصيرة تلاقي نفسك اتغيرت، مش نفس الطاقة، مش نفس المزاج، وكأن في حاجة جواك بيتم سحبها بهدوء. المشكلة مش دايمًا في الشغل نفسه، بس المشكلة في كل حاجة حواليه، ضغط ناس، توقعات، أخطاء، وكلام كتير بيتحط عليك. ساعات بنحس إننا بقينا مجرد آلة مطلوبة منها تنجز وتجامل وتتحمل من غير ما حد يسأل هي طاقتنا وصلت لحد فين. ومع الوقت انت مش بتتكسر مرة واحدة، انت بتتسحب منك الطاقة بالتدريج. أخطر حاجة إنك تبدأ تاخد كل حاجة بشكل شخصي، أي كلمة، أي نقد، أي تصرف، فبتبدأ تخلق جوه دماغك سيناريوهات صعبة، فتلاقي نفسك طول الوقت مشدود، أعصابك محروقة، من غير ما تحس إنك فقدت سلام النفسي. الشغل مش المفروض يكسر نفسيتك، ولا المفروض ياخدك من حياتك، لكن لو دخلت وإنت شايل كل حاجة جواك، شايل هموم البيت وضغوط الناس ومخاوف المستقبل، أكيد هيتم ضغطك من غير ما تحس. عشان كده لازم يكون عندك حدود. الحل إنك تفصل بين مجهودك وقيمتك، بين شغلك وحياتك، بين النقد وبين شخصك. افهم إن شغلك جزء من يومك، مش هو كل يومك، ومش هو اللي بيحدد قيمتك كإنسان. مش كل ضغط في الشغل معناه إنك ضعيف، أحيانا معناه إنك شايل أكتر من طاقتك ومحتاج تعيد ترتيب أولوياتك. افتكر دايما إنك إنسان، ليك حق تضعف، وليك حق تاخد بريك، وليك حق تعيش حياتك برا جدران المكتب. اوعى تخلي الشغل ياخد منك الحاجة الوحيدة اللي انت نزلت تشتغل عشانها في الأساس، حياتك.